السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواتي وعيلتي متابعين قناة توب تيم، أهلا بيكم معانا في خبر جديد النهاردة على الماشي. كلمة على الماشي يعني خبر سريع، مش هنطول ولا هو 8 دقايق ولا 10 دقايق، لا حاجة بسيطة كده هنتكلم فيها ونقول معلومة ونمشي على طول. بس قبل أي حاجة يا ريت تصلي بينا على النبي في التعليقات، لأن دي أحسن حاجة هنطلع بيها من الفيديو. تاني حاجة، كمل الفيديو لحد الآخر علشان في سؤال رياضي في الآخر لازم انت تجاوب عليه في التعليقات بعد ما تصلي على النبي. طيب عايزين نعرف بقى الفيديو بتاعنا النهارده بيتكلم عن ايه؟ الفيديو النهارده بيتكلم عن بيان رسمي شديد اللهجة وجهه فريق الأهلي أو إدارة نادي الأهلي لاتحاد الكرة، بيتكلم فيه عن ايه؟ هنا بقى نيجي لتفاصيل الخبر، يلا نعرف ايه اللي حصل. بيقولك يا سيدي، أرسل النادي الأهلي خطابا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، طلب فيه سرعة تعيين خبير أجنبي لإدارة لجنة الحكام. وشهدت الجولات الماضية من الدوري المصري جدلا تحكيميا بسبب الأخطاء التي وقع فيها الحكام في بعض المباريات. ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر ب 27 نقطة، يعني الفرق ما بينهم نقطة واحدة وربنا يسهل في الباقي. نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي بيانا رسميا استفسر فيه عن أسباب تأخير التحرك لإيقاف مسلسل الأخطاء التحكيمية الفجة والفادحة التي أثرت في نتائج بعض المباريات الأخيرة بشكل مباشر، وتنذر بأزمات عديدة قادمة. وطلب الأهلي في البيان بسرعة وفاء الاتحاد الكرة بما تم الاتفاق عليه قبل بداية الموسم، بإسناد رئاسة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي صاحب سيرة ذاتية مرموقة مع توفير عوامل تساعد على النجاح. كما طلب النادي الأهلي إسناد مباراته القادمة مع الزمالك المقرر لها يوم 22 فبراير الجاري في بطولة الدوري إلى طاقم تحكيم أجنبي من أكبر الدوريات الأوروبية. ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم السبت الموافق 22 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة ال15 من الدوري المصري. أما لو حابب تشوف البيان الرسمي بعينك وتشوف كل الكلمة هما كاتبينها، أنا هحط لك صورته على المنتدى في القناة، تقدر تدخل على المنتدى في أي وقت وتشوف البيان بنفسك. أما بقى سؤال الحلقة فهو بيتكلم عن إيه، أو السؤال عن إيه؟ طبعا كلنا فاكرين كأس العالم اللي تم إقامته في قطر. عايزة أعرف أول مباراة اللي هي المباراة الافتتاحية لكأس العالم كانت ما بين مين ومين، والنتيجة كانت كام؟ لو فاكر قول في التعليقات، لو مش فاكر برضو صلي على النبي. لحد هنا أبقى أنا خلصت الفيديو بتاعنا، يا رب يكون كان خفيف على قلبك وتكون معانا كل فيديو بإذن الله. شكرا ليكم على المتابعة، كنتم مع توب تيم.